طبعا من عنوان الفيديو انت فاكرني هحفل على جعفر العمدة واقولك على كمية العبط اللي فيه. بالعكس احنا في الفيديو ده هنحاول نكون منصفين ونتكلم على الايجابيات اللي كانت في المسلسل، وليه مسلسل جعفر العمدة قدر انه يحقق النجاح الكبير ده في رمضان. بس قبل ما اكمل كلامي عن جعفر العمدة يا ريت يا صاحبي تكون جهزت كوباية الشاي، لان المشخصاتي هيبدأ الحكاية بتبدأ في سنة 2023 لما بيتعرض مسلسل جعفر العمدة. في المسلسل بنشوف جعفر طول الأحداث وهو بيدور على ابنه اللي اتخطف منه، ويا ترى مين اللي خطف ابن جعفر العمدة؟ ده السؤال اللي كان محير الشعب المصري طول ال30 يوم من رمضان. بس الجمهور عرف الإجابة في أول المسلسل مش آخره زي جعفر العمدة. قصة جعفر العمدة هي في رأيي قصة عادية ومكررة، أب بيدور على ابنه المخطوف. التيمة دي شفناها كتير في الأفلام المصري القديمة، لكن بالرغم من نمطية القصة محمد سامي ومهاب طارق قدروا يحطوا فيها عوامل جذب حلوة، وكمان يلعبوا على عامل النوستالجيا. وده اللي شفناه في شخصية البطل جعفر العمدة المليونير اللي الفلوس هي أبسط حاجة عنده. الحاج جعفر العمدة ما شاء الله عنده فلوس زي الرز. الشخصية قريبة جدا في تركيبتها من شخصية عبد الغفور البرعي، بس الفرق الوحيد بين الاتنين ان احنا شفنا عبد الغفور قدر ازاي يكون ثروته الكبيرة من خلال تجارة الخردة. محمد سامي قرر انه ما يكونش جعفر العمدة بس متأثر بكاركتر عبد الغفور البرعي، ده كمان في من ريحة الحاج متولي. جعفر العمدة متجوز 4، راجل مزواج زي جعفر كان بيعامل ستاته بالجدول، كل واحدة ليها يوم في الأسبوع بالظبط زي الحاج متولي. ودي كانت من أهم أسباب نجاح جعفر العمدة، النوستالجيا. محمد سامي فكرنا بمسلسلين من أكتر المسلسلات اللي الناس بتحب تتفرج عليها كل ما تيجي في التلفزيون، وقرر إن شخصية جعفر العمدة تكون ميكس ما بين عبد الغفور البرعي والحاج متولي. وانت بتتفرج على أي مسلسل 30 حلقة، الحاجة الوحيدة اللي ممكن تقفلك من المسلسل هي الملل. قليل قوي لو شفت مسلسلات طويلة قدرت إنها تبعد عن الملل في أحداثها وما تكونش حلقاتها كلها حشو وتطويل مبالغ فيه. لكن جعفر العمدة قدروا إنه يكسر القاعدة دي من خلال قفلات الحلقات اللي كانت كلها أجمد من بعض. تاخد من الحضانة ده انا اوديكوا في داهية. طيب اتكلمنا كتير عن ايجابيات المسلسل، تعالوا بقى نتكلم عن السلبيات بتاعته ونعرف ليه في بعض الناس بتقول على مسلسل جعفر العمدة انه مسلسل عبيط. وبالمناسبة الناس دي عندها حق في كده. من الحاجات العبيطة اللي شفناها في المسلسل شخصية سيف ابن جعفر العمدة. سيف شاب عنده 19 سنة. هل من المنطقي ان شاب زي سيف ما كملش 20 سنة لسه بيدرس في الجامعة يكون عنده معرض عربيات ومشغل ناس معاه كمان؟ وما شاء الله الواد معاه ملايين وكمان امه خدامه ومش لاقيه اللضا. شايفين الشقه اللي هو قاعد فيها يا جماعه؟ دي شقه دي ولا فيلا؟ بصراحه ده كان عبط على الاخر. بس العبط في جعفر العمدة ما بينتهيش على كده، ده بيبتدي اول لما جعفر بيشك ان سيف ابنه وبيسأله هو اتولد سنة كام، وبيعرف انها نفس السنة اللي اتولد فيها ابنه اللي اتخطف. فبيقول لأمه عن المعلومة دي لكن أمه صفصف ما بتكونش مصدقة. ولكن الحاجة صفصف بتحس بنفس إحساس جعفر لما بتشوف سيف بيقلب الشاي بظهر المعلقة. ودي حركة جعفر اللي على طول بيعملها طول المسلسل. يبقى كده سيف ابن جعفر العمدة. ده نص الشعب المصري بيعمل الحركة دي، يبقى كلهم ولاد جعفر العمدة. احنا بعد كده مش هنعمل ليه ان ايه، احنا هنعمل تي ان ايه. في الجزئية دي المسلسل غلب الأفلام الهندي. من الحاجات العبيطة قوي شخصيات الأشرار اللي كانت كرتونية بزيادة. أي عمل فني ناجح نجاحه بس ما بيكونش معتمد على شخصية البطل، ده كمان بيكون معتمد أكتر على نجاح الشخصية الشريرة. طيب هنروح بعيد ليه؟ في الأسطورة والبرنس اللي قدمه محمد رمضان مع محمد سامي، عصام النمر وفتحي البرنس كانوا شايلين المسلسل على كتافهم. شخصيات أشرار فعلا تعمل لهم ألف حساب، مش العيلة الهزء اللي اسمها عيلة فتح الله. كان في كلام ان في جزء تاني من جعفر العمدة، لكن محمد سامي اكد انه قرا 17 حلقة وما عجبش بيهم. واضح كده ان فكرة الجزء التاني من جعفر العمدة ماتت، لان محمد رمضان قال في تصريحات قبل كده ان جعفر العمدة اخر اعماله الدرامية وان شغله الجاي هيكون سينما. وفي نهاية الفيديو حابب اعرف رأيك في جعفر العمدة، هل هو مسلسل حلو فعلا ولا عبيط؟ لو وصلتوا لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبكم، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد.
الشك ده حاجة وحشة أوي يا سيف. عامل زي بستروكس على الناصية. بنت ناس وغلبانة وملاش حد غيرنا دلوقتي. وبعدين لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناة المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.